من بكري كنتو تاكلوا الحشيش ولا غير هنا؟ لا بكري ما كناش ناكلوا الحشيش، غير هنا عندها واحد 7 سنين ولاو ناكلوا الحشيش، بكري كنا ناكلوا اللحم. تحية طيبة. استمعوا لهذا الجزائري اللي غادي يتحدث عن حصيلة عبد المجيد تبون في السنوات الأخيرة وبشكل بسيط يفهمه القاسي والداني. لخص إنجازات عبد المجيد تبون في أن الشعب الجزائري بعد ما كان كياكل اللحم اليوم ولا كياكل الربيع. عبد المجيد تبون اللي خرج في إحدى الخرجات يتحدث عن إنجازات هذيك السكك الحديدية اللي استثمروا فيها 3 ديال المليار ونص من أجل استخراج الحديد من غار جبيلات. غار جبيلات هذا اللي المردودية ديالو صفر حاليا بالمقارنة مع ما تم استثماره. كنعرفوا الدول المصدرة للحديد في العالم أستراليا البرازيل الهند وغيرها كتكتسح العالم. عم تبون مرة أخرى خرج فقط نكاية في المغرب ولأسباب كتعرفوها متعلقة بالصحراء الشرقية أراضي المغربية المحتلة. كيبغي يأكد المغرب راه حنا هنا وحنا موجودين. ولاحظوا أن نظام دولة العسكر منذ مدة وهو لا يجيد إلا لغة الاستفزاز، هذاك الأسلوب ديال الأطفال وصغار العقول. استمعوا لهذا الجزائري كيفاش يعني لخص بواحد الشكل رائع ورائع جدا الأوضاع داخل الجزائر الجديدة. من بكري كنتو تاكلوا الحشيش ولا غير هنا؟ لا بكري ما كناش ناكلوا الحشيش، غير هنا عندها واحد 7 سنين ولاو ناكلوا الحشيش، بكري كنا ناكلوا اللحم، ناكلوا الحوت، ناكلوا الدجاج. أيا من بعد اللحم غلا قطعناه، من بعد هودنا ل2 ديفيزيون، هذا سباغيتي، هذه لوبيا، هذا عدس، هذا حمص، من بعد هذو انقطعوا، طحنا ولينا فيما بين الرابطات، ولينا ناكلوا غير الحشيش، ماشي الحشيش الخضرة برك، من بعد الخضرة غلات، ولات السومة تطلع، ومن بعد طحنا الماء قبل الشرابي، من بعد طحنا رانا نلعبوا في الماء قبل الشرابي، رانا ناكلوا الحشيش، وراني خايف غطيح بينا ناكلوا فاني الحجرة، التراب، الباليات، الزنق، ما تحسيش من القدام هذه تنيا. وحنا كنا ناكلوا مليح بكري من كنا بريمير ديفيسيون.